السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، قال ربنا الرحمن: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فالساعة قريبة جدا جدا، فهيا بنا لندعو الله عز وجل لإخواننا في الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا وفي بلاد الحرمين وفي السودان. نسأل الله أن يفرج كربنا وإياهم. نشاهد بعض المقاطع للسيول ونعلق عليها. خالد واحد شنو شوف ابدا نطلع مليها حسن وتزاد. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. إخواني الكرام، قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أيها المبتلى بين السيول والفيضانات والبرق والرعد وفي كل مكان، يا من ابتليت بأي شيء، أيها المبتلى، كن عن همومك معرضة، كل الأمور إلى القضاء، انعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. فاصل ونكمل بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، كيف النجاة من هذا الزحام إلى الماء أو الرعد؟ البعد عن الشرك. فالله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم في هذه الآية هو الشرك، فالشرك خطره عظيم إخواني الكرام. فالله سبحانه وتعالى يقول للحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال للأنبياء عامة: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فأهل الشرك كانوا في الجاهلية وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث العظيم هو الشرك العظيم، أن تتخذ لله ندا وهو خالقك سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا إخواني الكرام لنتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى حتى ننجو في هذه الفتن وفي هذا الزمان. لنتعلم أولا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو
العزيز الحكيم. تعالوا نتعلم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا وإياكم علما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدي شبابنا واصلح بناتنا، اللهم ارزقنا برنا بآبائنا وأمهاتنا، وارزقنا يا ربنا بر أبنائنا بنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ولدا لنا إلا هديته، ولا والدا إلا وفقته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية طيبة وهبته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة والعافية وأعنه على طاعتك. اللهم وأطل عمره وأحسن عمله. اللهم من كان من والدينا ميتا رهين قبره اللهم وأفض عليه من شآبيب الرحمات. اللهم احفظ إخواننا في كل مكان، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.